يا صباح السعادة والناس السكر زيادة، لا السكر الدايت. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بقى جايبالكم وصفة في الجون، حاجة تحفة هتفضلوا تعملوها كل يوم من كتر ما هي حلوة. مش عارفة اسميها ايه، طاسة السعادة ولا طاسة الجمال ولا طاسة الفرحة، مش عارفة، هي حاجة كده اختراع وجربته وطلع جنان. بصوا بس بقى موتزاريلا بقى مع الحاجات اللي جوه، شغل عالي جدا جدا جدا، والريحة بقى مش قادرة اوصف لكم. بجد هتعملوها كل شوية من كتر ما هي حلوة، دلع الدلع. وطبعا الوصفة دي مهداة لكل الناس اللي طلبوا مني وصفات من غير بيض عشان عندهم حساسية او مش بيحبوا البيض. الوصفة دي من غير بيض وهتحبوها جدا وهتعشقوها جدا جدا. عايزين تعرفوا عملتها ازاي؟ ادوا لايك، ولو اول مرة تشوفوا قناتي اشتركوا فيها عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا على خطوات المقادير، يلا بينا. اول حاجة هناخد المقادير سكرين شوت كما تعودنا، ويلا بينا على طول على الخطوات. اول حاجة عندي بطاطساية وسط اكون مقشراها طبعا وغسلها كويس، وابتدي اقطعها مكعبات صغنونة خالص خالص، اصغر حاجة نضربها في الخلاط لا، نقطعها احسن مكعبات صغيرة هتبقى افضل، وهتبقى باينة كده قدامنا كتير ونقدر نندخ فيها كده ونشبع منها كتير. فاهمين قصدي؟ بصوا المكعبية عايزاها قد الحجم اللي في ايدك كده بالظبط. خلاص يلا نضرب بقى كل البطاطسايه كلها نقطعها على الشكل ده سريعا كده. عايزين تزودوا بقى في كميه البطاطس، عايزين تقللوا على حسب ما انتوا بتحبوا وعلى حسب سعراتكم. البطاطس طبعا ليها فوائد كتير، وهي من النشويات المفيده ما فيهاش اي ضرر لينا. تمام. خلاص انا كده قطعت البطاطس زي ما انا عاوزه بالظبط، مكعبات صغيره. طيب هقطع معاها ايه؟ هقطع برضو معاها طماطمايه، وهقطع معاها فلفل الوان بقى، فلفل اخضر اللي تحبوه برضو كله مكعبات. خلاص كل الخضار كده جاهز معايا. هروح بقى على النار احط معلقه سمنه بلدي حلوه كده، او زبده او زيت زيتون، اي ماده دهنيه تفضلوها. انا عملتها بالسمنه البلدي، نفسي اكل حاجه بالسمنه البلدي. خلاص خلاص ساحت معايا السمنه البلدي، هنزل عليها بالبطاطس. بصوا بقى الخطوه دي مهمه جدا، إيه، النار بتكون هاديه خالص، يعني مش اقل حاجه، يعني بتبقى اقل من الوسط حاجه بسيطه، عشان خاطر البطاطس هنا هنسويها على الهادي. هنزل بس بالبطاطس وابتدي ان انا اشوحها زي ما احنا شايفين كده. كل شويه اقعد اقلب فيها عشان برضو ما تلزقش مني في الطاسه، لغايه ما تاخد لون معانا كده واتاكد ان هي خلاص استوت معايا. كل شويه هقلب وهغطيها، اطلع كل مثلا دقيقتين 3 اطلع واقلب واغطيها. هفضل كده على المنوال ده لغايه ما تاخد معايا لون اهو زي ما احنا شايفين كده بالظبط. اوكي هغطيها دقيقتين بكتير، وبرده هطلع وابتدي برده ان انا اقلب تاني. بصوا ابتدت تاخد لون معايا كده، انا عايزه كلها تبقى اللون الذهبي اللطيف ده، وطبعا امسكها الاقيها مستويه. هي البطاطس عامه متقطعه مكعبات صغيره فهتستوي معايا بسرعه جدا جدا اهو. بصوا ابتدت بقى يعني تلزق مني، الموضوع ده رخم شويه، بس عادي غيرنا المعلقه وجبنا المعلقه خشب عشان السيليكون مش عارفه مش نافعه معاها خالص. وبرده هنفضل على المنوال ده لغايه ما تاخد لون معانا الذهبي اللذيذ، وتبقى كرانشي كده ولذيذه شويه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بصوا جمالها وريحتها بقى، السمنه البلدي برضو عامله شغل عالي بالشكل ده كده بالظبط. تمام. وابتدي بقى احط لها التوابل اللي عندي ملح وفلفل اسود. عايزين تزودوا اي توابل عندكم مفيش مشكله، ممكن تحطوا بابريكا، ممكن تحطوا بصل باودر، ممكن تحطوا اوريجانو، زعتر، اللي انتوا عاوزينه حطوا. انا كفايه عليا الملح والفلفل الاسود. خلاص هقلبهم كويس جدا جدا مع بعض، وهنزل عليهم بسجق. السجق ده عملته معاكم قبل كده، اللي هو السجق الشرقي، او ممكن تجيبوا سجق شرقي عادي بتاع البقال مفيش مشكله. ممكن تحطوا بسطرمه، تحطوا اي حاجه اي حاجه انتوا بتفضلوها. خلاص ده سجق شرقي زي ما قلت لكم، عملته قبل كده معاكم في القناه، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن. وهنزل عليه بالطماطم والفلفل، معلش ما صورتش الكاميرا كانت مطفيه من غير ما اخد بالي. وهنزل عليه كمان بشرائح من الزيتون. بصوا مفيش بيض خالص، عايزين تزودوا بيض مفيش مشكله، خير وبركه، البروتين هيعلى ويبقى حاجه تمام التمام يعني. بس انا عاملاها مخصوص عشان في بنوته اموره عسوله طلبت مني وصفات من غير بيض. خلاص هقلب بقى كله ده، مش قادره اوصف لكم ريحتها تحفه، كانها بيتزا بالظبط بالسجق الشرقي بالملي. خلاص طبطب عليها كده، وابتدي اجيب موتزاريلا او مثلا جبنه تشيدر، اي حاجه انتوا تفضلوها،
ونحطها على الوش كده، بس طبعا مش كمية كبيرة، يعني حوالي معلقة كبيرة كده من الموتزاريلا او معلقة ونص. وخلاص هي كده جاهزة معايا. الريحة بقى مش قادرة اوصف لكم، تجنن. خلاص نقرب ونشوف التفاصيل مع بعضنا. يا دلع دلع يا دلع دلع، ايه الجمال ده وايه الحلاوة دي وايه الفطار اللي يفتح النفس ده، بجد هتعشقوا، مش هتبطلوا تعملوه من كتر ما هو فعلا حلو. والبطاطس مستوية جدا، كل حاجة مستوية جدا. الساسج او السجق الشرقي عامل شغل عالي وريحة حلوة قوي. زي ما قلت لكم ممكن تحطوا حاجات تشيلوا حاجات، دي بتاعتكم. ده خبز الشعير عملته معاكم قبل كده في القناة، لو عايزين اللينك هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن او صندوق الوصف يعني. ناخد منه كده لقمة ونستمتع ونتبسط. روعة روعة، فطار من الآخر، شغل فاخر من الآخر. بصوا بقى، افتحوا بقكم، يلا يلا بقى، يلا هم يا جمل. تحفة. لو عايزين وصفات للفطار كتير، هسيب لكم قائمة تشغيل عندي في القناة فيها وصفات للفطار وأفكار كتير قوي للفطار، هتعجبكم جدا إن شاء الله. شوفوا اللي انتوا عاوزينه منه واتفرجوا عليهم، بس ما تنسوش اللايك. اوكي، تكتبوا لي كلمتين حلوين في الكومنتس. يا سلام على الموتزاريلا، مش عارفين بقى موتزاريلا جايبه لاخر الشارع يا جدعان، مش عارفين نعمل معاها ايه. يا رب يا رب تكون حلقه النهارده تكون عجبتكم. متنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب والفيسبوك والانستجرام والتيك توك، وبحبكم جدا جدا. سلام.